السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي احسن حال. النهاردة يا بنات مش هتشوفوا روتين ولا طبخ. النهاردة هتكلم معاكم من قلبي، لان اللي حصل معايا مش طبيعي. هحكي لكم النهاردة حاجة بجد حصلت معايا، وحبيت ان انا اقولها لكم واعرفها لكم. يعني زي ما بننزل كده روتينات وبننزل طبخ وبننزل كل حاجة كده في الفيديو، لازم ان انا برضو ان انتوا اصحابي وان انتوا كده حبيباتي لازم اعرفكم كل حاجة. ولما حاجة زي كده تحصل معايا لازم ان انا اقولها لكم. بصوا يا بنات، طبعا كلنا بنبقى مهمومين وتعبانين. فانا جت عليا فترة كنت تعبانة ومش مرتاحة، كل حاجة كانت ماشية معايا بالعافية. وسبحان الله جاء عليا فترة ابتديت ان انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فخدتها يعني إن هي بقى يعني زي إيه، ورد كده في يومي. حاجة كده مخصصة لازم إن أنا أقولها كل يوم. صدقوني حتى وأنا بطبخ وأنا بغسل وأنا بعمل شاي، يعني حتى لو أنا قاعدة كده فاضية ما بعملش حاجة بفضل أصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والله يا بنات، والله العظيم يعني يا جماعة، أول يومين أنا كنت بصلي فيهم على النبي، سبحان الله حسيت براحة مش طبيعية، ودموعي كده كانت بتنزل من غير سبب. يعني كأن قلبي كان مكسور كده وربنا بيطبطب كده عليا. والدعاء اللي كنت بدعيه بقالي فترة سبحان الله اتحقق بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بجد الصلاة على النبي كنز، وليا يعني في مواقف كتيرة قوي حصلت معايا بمجرد ان انا صليت على النبي، وصليت على النبي من القلب بجد. يعني ان هي كانت في الاول لما انت تيجي تقوليها في الاول، آه، يعني يمكن ما تقوليهاش باحساس زي ما انت يعني ايه، بعد كده تبقى الحاجة ديت عندك خلاص، يعني حاجة مقدسة وحاجة انت بتقوليها وحباها كده من قلبك. بيبقى لها طعم تاني واختلاف تاني. انا ليا مواقف كتيرة قوي مع الصلاة على النبي بجد، والله حصلت معايا بجد. يعني انا كنت في موقف كده هحكيه لكم. انا كنت رايحه يعني مشوار. المشوار ده انا كان نفسي ان هو ربنا سبحانه وتعالى يقضي لي المشوار ده، وما اقولكوش المشوار ده كان مليان بالعقد قد ايه. وطبعا كان بنتي يومها عندها امتحان، والامتحان ده كنا احنا هنسافر، يعني مش الامتحان ده ما كانش في المكان اللي احنا فيه، ده الامتحان بتاعها في مكان احنا بنسافر له. فسبحان الله يعني احنا ركبنا القطر، والقطر المفروض ان هو هيوصل للمكان حوالي الساعة 9، والامتحان هيبتدي 9. يا ماما اتأخرت يا ماما الامتحان. قلت لها بس صلى على النبي مالكيش دعوة، ان شاء الله هنوصل، ان شاء الله هنوصل وهنوصل في الميعاد كمان. فهي كان عندها قلق، يعني فاهمين ازاي امتحان بقى. وانا والله يا بنات ما كان في بالي ولا كان على لساني الا اني بصلي على النبي. ان انا كنت بقول واقولها، يعني هقولها لكم بالظبط علشان خاطر ان اللي عايز يقولها يقولها. يعني كنت بقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا بصلي على النبي بالطريقة دي. فسبحان الله يا بنات، والله والله يعني اللي حصل يومها، لو انا مخططه له او ان انا مثلا قايمه بقى من بدري علشان خاطر الحق امتحان، انا عمري ما كان هيحصل زي ما حصل في اليوم ده. ان انا صليت على النبي زي ما قلت لكم بالطريقه ديت، وسبحان الله
إن بنتي كانت قلقانة على الامتحان، بس أنا كان قلبي متطمن، لإن يعني الحمد لله رب العالمين. أنا باقول لكم على التجربة ليه، لإن أنا وصلت لليقين بإني باصلّي على النبي إن المشكلة بتاعتي دي تتحل، أو المشوار بتاعي ده ربنا يقضيه لي، أو إن أنا ما اتأخرش عن المكان ده. بجد، بجد هي معجزة وبتحصل بجد، والله يا بنات بتحصل بجد. إن أنا فضلت طول الطريق إن أنا باصلّي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بالطريقة اللي أنا باقولها لكم دي، ووصلنا على الامتحان سبحان الله يعني. والله يا بنات إن الامتحان يعني اللجنة بدأت متأخّر، يعني اللجنة بدأت عقبال ما بنتي راحت، يعني إحنا كنا رُحنا ويا دوبك بنتي دخلت الامتحان، اللي هيشرفوا على الامتحان اللي هم بيقفوا في الامتحان كانوا لسه يعني يا دوبك داخلين. فسبحان الله يعني الامتحان بدأ حوالي 10 أو 10 إلا بالضبط. فربنا سبحانه وتعالى يعني أنا ما أقولكوش على الفرحة، يعني بنتي بتقول لي: "يا ماما أنا كنت حاسة إن أنا خلاص يعني أنا لو رُحت". شوفوا لمّا الامتحان يكون 09:00 وإحنا نوصل قبل أساسًا ما الامتحان يبتدي، الامتحان ما بدأش 09:00. ربنا سبحانه وتعالى بفضل الصلاة على النبي، بفضل إن أنتِ عندِك يقين لمّا أنتِ تقولي الذكر ده، ربنا سبحانه وتعالى هي يعني إيه، هيوفّق لِك كل حاجة أنتِ ماشية. وفي اليوم ده أنا كان عندي إن أنا بنتي رايحة الامتحان، تاني حاجة زي ما قُلت لكم إن أنا كان عندي مشوار وكان متعقّد. والله يا بنات رُحت المكان اللي أنا رايحة أطلّع منّه ورق، والورق ده كان المفروض هيقعد 3 أيام عقبال ما ييجي، والمفروض إن إحنا بنقعد نستنى، يعني المفروض إن أنا باروح المكان ده، بنقعد نستنى الدور، أنتِ بتاخدي رقم وبتستني الدور بتاعِك عقبال يعني إيه، ما ييجي لِك بقى دورِك وينادوا عليكِ ويقولوا لِك الإيه، يعملوا لِك الطلب بتاعِك. أنا سبحان الله رُحت المكان ده، يا بنات والله أول ما رُحت ويا دوبك باقول أنا عايزة أخلّص ورق كذا، كذا، فكان سبحان الله الورق اتعمل وأنا واقفة، يعني أنا خدت الرقم اللي هو إيه، إن أنا يا دوبك لسه رايحة أقعد كده على الكرسي لقيتهم بينادوا عليَّ، ما كمّلتش حتى يعني ثانيتين إن أنا أقعد على الكرسي. فنادوا لي، فرُحت وعملت الورق وخدت الورق ده، يعني الورقة اللي أنا كنت محتاجاها ديّة خدتها في يومها لإن أنا محتاجة الورقة دي علشان أخلّص الموضوع ده في اليومين في نفس الأيام اللي أنا فيها. فالمفروض إن الورقة دي بتقعد 3 أيام، لأ أنا أخدتها يومها، وخدت الورقة خلّصت مشواري كلّه وروّحنا سبحان الله يعني. وحتى كان في المفروض إن أنا في مصاريف هادفعها عن طريق اللي هو الماكينة ديّة مصاريف الدراسة وكده، فبرضه اتسهّلت ودفعناها. والله يا بنات يعني مهما حكيت لكم إن اليوم ده كان قد إيه متيسّر، وربنا سبحانه وتعالى كان ميسّره معايا بطريقة ما أقولكوش عليها، يعني بطريقة أنا مهما حكيت مش هاوصّل لكم اليوم ولا الفرحة اللي أنا كنت فيها إن اليوم عدّى كده بكل سهولة، ورُحت وخلّصت كل اللي أنا كنت محتاجاه، وده كله بفضل الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا جماعة والله إنها معجزة، معجزة كبيرة. لو أنتِ مهمومة، لو أنتِ تعبانة، لو أنتِ عندِك مشكلة أو محتاجة أي حاجة، يعني لو أنتِ محتاجة أي حاجة، بس أهم حاجة أنتِ عندِك يقين أولًا بربنا سبحانه وتعالى، أنتِ واثقة، يعني واثقة ومتأكدة إن ربنا سبحانه وتعالى طبعًا هو القادر على كل شيء، يعني ربنا قادر على كل شيء إن هو يعملها لِك. فأنتِ ما دام عندِك اليقين ده، فأنتِ بتاخدي بالأسباب إن الصلاة على النبي، إن أنا لمّا باقولها لأ هي بتيسّر لي أموري. فأنا يا بنات والله يعني لمّا بيكون عندي أي حاجة، أنا باستخدم ذكر الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، أنا باستخدم الذكر ده. صدقوني هتحسّوا بفرحة ما فيش بعدها يعني، هتحسّوا ببركة في كل حاجة، في بيتكم، في أولادكم، في العمل اللي أنتِ بتعمليه، حتى يعني لو الفيديو ده عجبكم ولقيت عليه كده تفاعل ولقيت إن أنتم حابين القصص دي، أنا والله حصل معايا حاجات كتيرة وأنا باحكيها لكم عن تجربة، مش إن أنا سامعاها من حد أو إن أنا باحكيها لكم من قصص خيالية، لأ دي حاصلة معايا.
فأنا حبيت إن أنا أقولها لكم علشان لو حد تعبان أو مهموم أو يعني محتاج حاجة، فهو يعني يلجأ للذكر ده. وهترجعوا على فكرة وتكتبوا لي في التعليقات وهتقولوا لي فعلا الكلام ده من القلب. فأنا خديها كده عادة، صلي على النبي طول اليوم وهتشوفي الخير بنفسك، والله هتشوفي الخير كله بنفسك. شوفيها يعني، جربي يا مش جربي، أنا مش عايزة أقول لك جربي، لأن سبحان الله هو العبادة والذكر والصلاة وكل الأمور دي مش تجربة، مش عايزين ناخدها إن هي طب أنا هجرب أعمل كذا وإن ما عملتش، لأ، يعني خديها إن ده يقين في القلب واعملي بيها. فأنا عندي حاجات كتيرة، لو عجبكم الفيديو وعايزين إن أنا أكملها لكم إن شاء الله في حلقات تانية بإذن الله، هحكي لكم حصل معايا والله معجزات كتيرة قوي قوي قوي، وإن شاء الله هحكيها لكم وهقولها لكم. لو الفيديو ده حسيتوا إن هو خفيف كده على قلوبكم، فسيبولي تعليق أو دعوة حلوة، أو حتى شاركوه مع أي حد ممكن يكون تعبان ومحتاج كلمة تهون عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ما بحكيلكوش الحاجات دي يا ولادي، يعني يا بناتي، إن أنا داعية أو إن أنا مثلا شيخة بقى أو كده، لا، أنا بحكيلكوا عن تجربة، وأنا عارفة إن إحنا بنبقى بنحب نسمع كده لو في حد عنده حاجة وحصلت معاه بجد، فلما بيوصلها لغيره فده طبعا بيكون خير وبيكون بينفع بها غيره. فحاولوا لو انتوا سمعتوها انفعوا بها غيركم كده، وربنا يا رب كده ييسر كل أموركم وأمورنا كده يا رب العالمين. يلا، لو عجبكم الفيديو تنسوش كده تحطوا لايك وتحطوا لي كده تعليق حلو، أو سيبوا لي كده دعوة حلوة منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.